السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم سنة تانية إعدادي في قناتكم ذاكري أونلاين. إزيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. بعد ما عملنا مراجعات نهائية على الجغرافيا والتاريخ الترم التاني، واللي بالمناسبة هسيب لكم الرابط بتاعها في أول تعليق مثبت تقدروا تشوفوها في أي وقت، هنحل مع بعض النهاردة امتحان متوقع وفيه أسئلة مهمة جدا، فركزوا معايا وكملوا الفيديو للنهاية. قبل ما نبدأ انزل ادعمنا باللايك الجميل والاشتراك في القناة علشان تتابع كل فيديوهاتنا أول بأول. أولا الجغرافيا، بيقولك أمامك خريطة صماء للوطن العربي، اكتب مدلول الأرقام المدونة عليها. رقم 1 ده البحر يا شباب، ده طبعا البحر المتوسط. طيب رقم 2 ده المحيط ايه؟ ده المحيط الهندي، برافو عليكم. طيب رقم 3 بيقولك دولة غنية بالثروات المعدنية، دي دولة ايه؟ دي طبعا دولة موريتانيا. طيب أولى الدول العربية إنتاجا للموالح، دي طبعا دولة فلسطين. طيب الدولة الأولى في إنتاج التمر، دي دولة إيه شباب؟ رقم 5 دي دولة العراق. طيب أولى الدول العربية إنتاجا للبترول، سهلة جدا، دي دولة السعودية. قبل ما نتنقل على مجموعة الأسئلة اللي معانا بعد كده، حابب أفكركم يا شباب إننا عملنا فيديو خاص بالخريطة وإزاي تحلها في الامتحان، هسيب لكم الرابط في أسفل الفيديو ده. بعد كده معانا مجموعة أسئلة بتقولك ما المقصود بكل من الدخل القومي. يعني إيه الدخل القومي؟ هقول له هو مجموع الدخول في الدولة من القطاعات المختلفة بها خلال عام واحد. طيب التكامل الاقتصادي العربي، يعني ايه التكامل الاقتصادي العربي؟ هقول له هو قيام كل دولة باستكمال ما ينقصها من موارد اقتصادية أو قوة بشرية من الدول العربية الأخرى. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لك حبوب غذائية، يعني ايه حبوب غذائية؟ ببساطة هقول له هي محاصيل يعتمد عليها الإنسان في غذائه. بعد كده معانا مجموعة أسئلة بتقولك اختر الإجابة الصحيحة. السؤال الأول، من الصادرات العربية يا ترى الأسمنت ولا السيارات ولا القمح ولا الإلكترونيات؟ طبعا من الصادرات العربية في دول الأسمنت، الإجابة رقم 1. طيب السؤال التاني بيقولك تتركز زراعة الأرز في مصر فين؟ يا ترى في شمال سيناء ولا شمال الدلتا ولا إقليم مريوط ولا جنوب الوادي؟ طبعا زراعة الأرز يا شباب بتركز في مصر تحديدا في شمال الدلتا. طب يتذبذب الإنتاج الزراعي في الوطن العربي لاعتماد معظم الزراعة في الوطن العربي على إيه؟ معظم الزراعة في الوطن العربي بتعتمد على مياه الأمطار، الإجابة رقم 1. طيب بيقولك من أمثلة السياحة العلمية والثقافية، زيارة إيه؟ الأماكن التاريخية ولا الصحاري ولا الأماكن الدينية ولا الشواطئ؟ سياحة علمية وثقافية في دول هي زيارة الأماكن التاريخية، الإجابة رقم 1. طب يقوم التكامل الاقتصادي العربي على أساس إيه؟ طبعا التكامل الاقتصادي ده بيقوم على أساس التنوع. طب بيقول لك صنف كل مما يأتي حسب مصدر المياه التي تعتمد عليه الزراعة بها. معانا بعض المناطق وعايزين نعرف المناطق دي بتعتمد على إيه في الزراعة. دلتا النيل بمصر بتعتمد على إيه؟ بتعتمد طبعا على الأنهار اللي هو نهر النيل. طيب واحد سيوة المياه بتاعته بتعتمد على إيه؟ على مياه جوفية. طيب سواحل بلاد المغرب، الزراعة فيها بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على الامطار. طيب اليمن برضو الزراعة فيها بتعتمد على الامطار. بعد كده شباب معانا مجموعة اسئلة بتقولك ضع علامة صح او خطأ مع تصويب الخطأ، يعني لو في سؤال غلط هنقول له الصح ايه. تعد الايدي العاملة من العوامل الطبيعية اللازمة لقيام الصناعة، هل الايدي العاملة من العوامل الطبيعية اللازمة لقيام الصناعة؟ هقول لا غلط، الايدي العامله دي عوامل بشريه وليست عوامل طبيعيه. السؤال الثاني بيقول لك تستأثر دول المغرب العربي بمعظم انتاج الوطن العربي من الارز، الكلام ده صح ولا غلط؟ هل دول المغرب العربي هي اللي فيها معظم انتاج الوطن العربي من الارز؟ لا غلط، امال مين؟ هقول له مصر هي اللي بتستأثر بمعظم انتاج الوطن العربي من الارز. طيب معظم اراضي الوطن العربي الصالحه للزراعه غير مستغله في الزراعه، الكلام ده صح ولا غلط؟ هقول له طبعا صح جدا. السؤال الرابع بيقول لك تعتبر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من مصادر الطاقة المتجددة، الكلام ده صح ولا غلط؟ طبعا صح، الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من مصادر الطاقة المتجددة. طيب تواجه الصناعات العربية عدة مشكلات، منها التركيز على الصناعات التحويلية، هل الصناعات العربية بتركز على الصناعات التحويلية؟ لا غلط، امال بتركز على الصناعات ايه؟ الاستخراجية، برافو عليكم. بعد كده معانا سؤال بيقولك حدد نوع السياحة عند زيارة الأماكن الآتية. المسجد الحرام بالسعودية دي سياحة إيه؟ مسجد الحرام طبعا سياحة دينية. طيب حضور بطولة الأمم الأفريقية في كرة القدم دي بتعتبر سياحة إيه؟
طبعا بتعتبر سياحة رياضية. طيب بيقول لك حضور المؤتمرات والمعارض ده بيعتبر سياحة ايه؟ ده بيعتبر سياحة علمية وثقافية. بعد كده معانا عبارة بتقول لك لقد وهب الله وطننا العربي موارد وإمكانيات متنوعة. في ضوء هذه العبارة وضح ما يأتي. أهمية الغاز الطبيعي. إيه هي أهمية الغاز الطبيعي يا شباب؟ هقوله 3 حاجات. أول حاجة إنه رخيص الثمن مقارنة بالبترول. رقم 2 بترجع أهميته لأنه أقل تلويثا للبيئة. تالت حاجة سهل النقل. طيب السؤال التاني بيقول لك جهود الدول العربية لحل مشكلات الصناعة والتجارة. ايه هي جهود الدول العربية لحل مشكلات الصناعة والتجارة يا شباب؟ هقول له بتقوم الدول العربية بالاهتمام بالتعليم ورفع مستوى الخريجين في كافة التخصصات، وكمان من خلال تجنب التكرار والتشابه بين المنتجات العربية، وحرية تنقل الأفراد ورؤوس الأموال بين الدول العربية، وأخيرا التغلب على المشكلات الفنية والإدارية اللي بتعوق التبادل التجاري العربي. طيب السؤال الثالث بيقول لك وضح الإجراءات التي يجب اتباعها لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي. إيه هي الإجراءات دي اللي لازم الدول العربية تتبعها عشان تحقق التكامل الاقتصادي ما بينها؟ أول حاجة لازم تعملها هي تحديد وتفعيل الاتفاقيات العربية في مجال الاستثمار الزراعي والصناعي. تاني حاجة تشجيع القطاع الخاص العربي على إقامة المشروعات الزراعية والصناعية المشتركة. بعد كده تطوير الخدمات المساندة للتجارة بين الدول العربية زي نظم المعلومات وخدمات النقل والتخزين في الموانئ العربية. هنتنقل دلوقتي يا شباب لأسئلة التاريخ. أول مجموعة أسئلة معانا بتقول لك اختر الإجابة الصحيحة. السؤال الأول عرفت الوزارة كوظيفة رسمية في عصر مين؟ يا ترى في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الراشدين ولا الأمويين ولا العباسيين؟ طبعا الوزارة عرفت كوظيفة رسمية في عصر العباسيين، الإجابة رقم 4. طب نشأت الدولة الفاطمية فين؟ في الأندلس ولا بلاد المغرب ولا العراق ولا في مصر؟ طبعا الدولة الفاطمية يا شباب نشأت في بلاد المغرب. طب بيقول لك اتخذت الدولة العباسية في أول الأمر من مدينة نقط عاصمة لها، يا ترى بغداد ولا دمشق ولا الكوفة ولا الأنبار؟ طبعا اتخذت الكوفة، بعد كده نقلها أبو العباس إلى مدينة الأنبار. السؤال اللي بعد كده بيقول لك استطاع عماد الدين زنكي أن يسترد إمارة نقط من الصليبيين. عماد الدين زنكي يا شباب استرد إمارة الرها، الإجابة رقم 3. طيب تم بناء مدينة القاهرة في عصر مين؟ سؤال سهل جدا، مدينة القاهرة تم بنائها في عصر الفاطميين. بعد كده معانا سؤال بيقول لك ما النتائج المترتبة على وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم دون أن يحدد من يخلفه؟ إيه اللي ترتب على وفاة الرسول دون أن يحدد من يخلفه؟ واللي ترتب على ذلك إن الأمر أصبح شورى بين المسلمين ليختاروا من يتولى أمورهم من بعده، فنشأت حاجة اسمها الخلافة. طيب إيه النتائج المترتبة على استخدام الخليفة عمر بن عبد العزيز القدوة الحسنة في نشر الإسلام؟ ده أدى لإيه؟ ده أدى إلى دخول الناس في دين الله أفواجا. طيب السؤال الثالث بيقول لك عقد صلح الرملة بين صلاح الدين وملك إنجلترا. إيه النتائج اللي ترتبت على الصلح ده؟ هقوله 3 حاجات. رقم 1 بقاء بيت المقدس في أيدي المسلمين. رقم 2 بقاء بعض المدن الساحلية على البحر المتوسط في يد الصليبيين. رقم 3 السماح للمسيحيين اللي موجودين في أوروبا بالحج إلى بيت المقدس. طيب السؤال الرابع بيقول لك مجيء الحملة الصليبية الأولى إلى الشرق. اللي ترتب على مجيء الحملة الصليبية الأولى على الشرق الإسلامي؟ هقوله ده أدى إلى نجاحهم في إقامة مملكة و3 إمارات صليبية في الشرق. إيه هما؟ أول حاجة إمارة بيت المقدس اللي جعلوها مملكة لأهميتها الدينية طبعا، وإمارة الرها في شمال العراق، وإمارة أنطاكيا بشمال الشام، وأخيرا إمارة طرابلس في شاطئ البحر المتوسط. بعد كده معانا سؤال بيقول لك دلل تاريخيا على صحة العبارات التاريخية الآتية. اهتم الإسلام منذ اللحظة الأولى بالعلم. سؤال مهم جدا. إيه دليلك إن الإسلام اهتم بالعلم منذ اللحظة الأولى؟ هقول له أيوة طبعا، حيث كانت أول كلمة في القرآن هي اقرأ، مما يدل على إن الإسلام دعا إلى البحث والدراسة والمعرفة والتأمل في خلق الله وكل علوم الدينية والكونية. طيب السؤال الثاني بيقول لك إيه دليلك على تسامح ورحمة صلاح الدين مع أهل بيت المقدس؟ هقول له إيه؟ هقول له طبعا حيث عفى
عنهم وأمنهم على أرواحهم وأموالهم وكنائسهم، وكمان أعفى الشيوخ والفقراء والأطفال من دفع الجزية. طيب السؤال الثالث بيقول لك لم تكن الحضارة الإسلامية منغلقة على نفسها. إيه دليلك على إن الحضارة الإسلامية لم تكن منغلقة على نفسها؟ هقول له أيوة طبعا، حيث انفتحت على الحضارات الأخرى زي الحضارة الفارسية واليونانية والهندية وكمان الرومانية، وأخذت منهم الفلك والرياضيات والأدب والكيمياء والطب، وكمان أضافت إليهم وطورتهم وخرجت بقى العلوم دي للعالم في صورة إبداعية، وأصبحت نواة لبناء الحضارة الأوروبية الحديثة. طيب بعد كده معانا مجموعة أسئلة مهمة جدا بتقولك بما تفسر سقوط الدولة العباسية. ليه يا شباب سقطت الدولة العباسية؟ هقوله ده بسبب سيطرة العناصر غير العربية زي الفرس والأتراك على نظم الجيش والإدارة بالدولة، وده طبعا بسبب كثرة استعانة الخلفاء بهم. تاني حاجة زيادة الأطماع في الدولة العباسية لاتساع رقعتها. رقم 3 الصراع اللي كان موجود بين أبناء البيت العباسي على الحكم وتولية العهد الأكثر من واحد. رابع حاجة تولي الحكم خلفاء ضعاف في العصر العباسي الثاني. كل ده أدى لسقوط الدولة العباسية على يد المغول والقضاء عليها. طيب السؤال الثاني بيقول لك عزل سيف الدين قطز للمنصور علي. ليه قرر سيف الدين قطز إنه يعزل المنصور علي؟ هقوله ده بسبب حاجة البلاد إلى حاكم قوي يتصدى للغزو المغولي على مصر والعالم الإسلامي. طب بيقول لك إقبال الناس على تعلم اللغة العربية. بما تفسر ليه الناس بتقبل على تعلم اللغة العربية؟ هقوله ده لأنها لغة القرآن الكريم، وكمان هي أداة لتحصيل العلوم المختلفة، وذلك بعد أن ترجمت إليها كتب الحضارات القديمة، عشان كده الناس بتقبل على تعلمها. طيب انتشار الإسلام على يد التجار المسلمين. بما تفسر ليه انتشر الإسلام أو كان بينتشر على يد التجار المسلمين؟ هقوله ده طبعا بسبب تمسك التجار المسلمين بمبادئ الإسلام السامحة في البيع والشراء، كما عرف عنهم طبعا الصدق والأمانة. بعد كده بيقول لك قام عمر بن الخطاب بتنظيم الاقتصاد الإسلامي فأنشأ بيت مال المسلمين. في ضوء هذه العبارة وضح ما يأتي. أهم الدواوين التي أنشأت في عهد عمر بن الخطاب. هي أهم الدواوين اللي أنشأت في عهد عمر بن الخطاب يا شباب؟ هقوله ديوان الجند وديوان. طيب السؤال التاني بيقول لك إيه العلاقة بين بيت المال ونشر العلم في الدولة الإسلامية؟ هقوله طبعا إن كانت بعض إيرادات بيت المال بتنفق للصرف على إنشاء المؤسسات التعليمية زي المساجد والكتاتيب والجامعات والمدارس. طيب السؤال الثالث بيقول لك وضح مكانة المرأة في الإسلام. كانت عاملة ازاي يا شباب؟ هقوله الإسلام أعطاها حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فأصبح من حقها إبداء الرأي والتعلم والعمل والتملك. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لك قارن بين كل من معركة حطين ومعركة عين جالوت من حيث الأسباب والنتائج. سؤال مهم جدا. طيب هقول له أسباب معركة حطين كانت إيه؟ اعتراض أرناط حاكم الكرك لقوافل الحجاج المسلمين وقتل ما بها من حجاج والاستيلاء عليها. أما نتائجها قلنا 3 حاجات. رقم 1 انتصار المسلمين على الصليبيين. رقم 2 توجه صلاح الدين إلى بيت المقدس لتخليصه من الصليبيين. رقم 3 وقوع ملك بيت المقدس وأرناط في الأسر. وعرفنا أن صلاح الدين بعد كده عفى عن ملك بيت المقدس لكنه طبعا قرر يقتل أرناط جزاء ليه على اللي عمله مع الحجاج. أما بقى أسباب موقعة عين جالوت كانت الدفاع عن مصر ضد خطر المغول. أما نتائجها فكانت انتصار طبعا المسلمين وهزيمة المغول هزيمة ساحقة. رقم 2 حماية مصر والعالم الإسلامي من الخطر المغولي بفضل بفضل وحدة المسلمين وإيمانهم. وبكده يا شباب يكون خلص امتحان النهاردة. هسيب لكم رابط المراجعات النهائية في الجغرافيا والتاريخ في أول تعليق مثبت، ولو حابين نعمل لكم امتحانات أكتر ياريت تقولوا لنا في التعليقات. وفي النهاية ما تنسوش تدعمونا بلايك للفيديو والاشتراك في القناة علشان تتابعوا كل فيديوهاتنا أول بأول. سلام.